I, everybody like the sky. Shout if you are with me. If you're feeling like a star, then you feel like me. Gotta treat yourself like a VIP. روح شرق وغرب، لا تشيل أي هم. You can lean on me. إذن على مستوى كأس العالم في قطر نوفمبر تشرين الثاني المقبل، تواصل أغنية الترويج للحدث الكروي الأهم في العالم التي أطلقها الفيفا تواصل حصد ملايين المشاهدات داخل العراق وخارجه. لكن الأهم هي مشاركة النجمة العراقية والعربية رحمة رياض أحمد بالأغنية التي حملت عنوان أنر السماء Light the Sky كأول فنانة عراقية وأول فنان عراقي بالمجمل يشارك بهذا الحدث العالمي إلى جانب الفنانات العربيات بلقيس، نورة فتحي ومنال. انفردت الشرقية نيوز بإجراء مقابلة مع النجمة رحمة رياض المقيمة حاليا في الولايات المتحدة للتعليق على تجربتها كسفيرة للفن العراقي في الحدث الكروي الأهم. ووجهت رحمة رياض عبر شرقية نيوز رسائل لكل الفنانين الشباب حول أسرار الانطلاق نحو العالمية خلال هذه المقابلة الخاصة التالية. تفضل. كنجمة عراقية ايش قد مهم بالنسبة لهم المشاركة بأغنية الترويج للحدث الكروي الأهم على الكوكب؟ كنجمة عراقية أكيد مهم مشاركتي بكأس العالم، لأنها أول مشاركة فنية عراقية بكأس العالم. كيف ممكن يجعلك الحدث سفيرة عراقية جديدة عبر الملاعب وكأس العالم؟ أكيد هيك حدث مهم يكبر وإضافة لمسيرته للفنان، فأكيد هذا الشيء حدث مهم بحياتي. أنا شاركت بكأس العرب وكأس العالم وإن شاء الله كأس الخليج. إن شاء الله. محتل الملاعب. شنو رسالتك لباقي الفنانين الشباب العراقيين ونصيحتك لهم للوصول للعالمية؟ نصيحتي إنه يعني لكل فنان شاب إنه لا يفقد الأمل لو مهما كانت الظروف صعبة. عارفة الظروف هواي أحيانا تكون صعبة وماكو واحد ما مر بيها، بس إنه واحد دائما لازم يفقد الأمل. العالمية يعني أنا خلينا نقول إنه ما اشتغلت شيء عالمي حتى أوصل للعالمية، اشتغلنا بشغلنا العربي بأغانينا العربية والحمد لله نجحنا وهم وصلنا وإحنا وافقنا. شكرا لكل اللي دعموني بهذا الحدث، لأنه أنا شفت دعم كبير من العراق بوقت نزول أغنية كأس العالم. أشكرهم على دعمهم، أشكركم على محبتكم. إن شاء الله دائما أقدم لكم أعمال حلوة تفتخرون بها. شكرا للجمهور العراقي ولمحبيني ولفانزي. ثانك يو قناة الشرقية.